القذافي كان بيخلص على الضحايا وينتحل شخصياتهم. فيلم فات يا معلمي ظهر لنا برومو لمسلسل اسمه سفاح الجيزه لاحمد فهمي، بس يعني يا معلمي لو ركزت كده هتلاقي مكتوب انه ماخوذ عن احداث حقيقيه. يعني كان في سفاح اسمه قذافي فعلا، قذافي عبد العاطي عبد الغني، مواليد 1973 الجيزه، اتقبض عليه يا معلمي بعد 5 سنين من اول روح خلص عليه. هتقول لي ليه هو خلص على كام روح؟ هقول لك يا معلمي ما تعدي. بس اللي هو طلب يفتح حياه معلمي المهندس رضا وفاطمه واختها ناديه وياسمين، يعني 4 معلمي. مشكله معلمي ان المهندس رضا ده صاحب عمره، تخيل يا معلمي صاحب عمره ده يبقى اول ضحيه. رضا يا معلمي كان بيديله كل الثقه لدرجه ان هو كان بيبعت له فلوس ومدخرات من السعوديه، البلد اللي بيشتغل فيها رضا يعني، عشان قذافي يستثمرها باعتباره محل ثقه. كنت فاكرك يا صاحبي محل ثقه، طلعت محل جزم. المهم الراجل حس انه بيتنصب عليه، خصوصا يا معلمي بعد التوكيل اللي عمله رضا القذافي. قال لك انا هاجم السعوديه فجاه واقول له انا عايز فلوس. وفعلا يا معلمي 2015 جه رضا القذافي وقال له انا عايز اصفي كل الحسابات الماليه اللي ما بيننا. القذافي قال له ده انا اصفي الحسابات اللي ما بيننا واصفيك انت شخصيا. طبعا اصفيك شخصيا دي من عندي انا يا معلمي. المهم القذافي قال له شكلك افتان، تعالى البيت اعمل لك اكل كده وبعد كده نصفي الحسابات اللي ما بيننا براحتنا. طبعا زي ما جه في دماغك كده معلمي عزمه وحط له سم في طبق الملوخيه بالارانب. طبعا يا معلمي انت هتقول لي انت عرفت منين انه حط له سم في طبق الملوخيه بالارانب؟ يعني لو كنت قلت لك صينيه بطاطس باللحمه كنت هتسال، بس على الله ما حدش يرخرب ورانا. المهم معلمي بعد ما رضا نفذ انفاسه الاخيره دفنه في حفره 2 متر لسه حافرها من ايام. واضح كده يا معلمي ان هو كان مجهز لليله دي، واخد تليفون رضا معلمي وبعت له ان هو اتمسك من الشرطه بدون اي تفاصيل. ولو ركزت يا معلمي في الحفره اللي في الاوضه الثانيه هتلاقي فاطمه مراته وجنبها مصوغاتها الخاصه. طب انا معلمي بعد ما خدت 400,000 جنيه منه عشان كانت خايفه يتجوز عليها، قالت له جواز تاني على رقبتي، يعني كان لازم تعندي معاه والناس تحاول تصلح يا معلمي وهي مش عايزه تديله الفلوس. المهم يا معلمي خلص عليها بس مش عشان الفلوس، هو قال كده في التحقيقات. امال خلصت عليها ليه يا اسطى؟ هوايه. بس زي ما تقول كده معلمي بعد ما خلص عليها صعبت عليه، حس كده معلمي ان هو ما ينفعش يسيبها لوحدها، وبرده يعني معلمي مش هيجيب لها اي حد، حط جنبها اختها تونسها نادين اللي ما كانتش اصلا موافقه على الجواز دي من الاول، كان قلبها حاسس. نادين يا معلمي كانت شغاله في مكتب المهندس رضا الضحيه الاولى ده فاكره، وشافته وهو بيبيع كل حاجه وبينصب على صاحب عمره، راحت مهدداه ان هي تفضحه وبوظ الجواز. فزي ما تقول كده انا معلمي استدرجها لبيته اللي فيه الحبايب وخلص عليها. معلش يا معلمي اعذرني اندمجت شويه في القصه. طبعا يا معلمي انت هتقول لي استدرجها ازاي؟ اقول لك لا يا معلمي دي منطقه اعراض. والله يا معلمي هي حصلت اعراض. بعد ما خلص عليها معلمي دفنها جنب اختها، قال لك يونسوا بعض. وهم اهل نادين يا معلمي ان هي على علاقه بمخرج سينمائي وهربت معاه لاحدى الدول العربيه، عشان كده معلمي اهل نادين ما عملوش محضر بالتغير. في الوقت ده بقى معلمي القذافي حس ان الدنيا بتتقلب عليه، باع كل املاكه اللي هي املاك المهندس رضا وانتحل شخصيته معلمي وسافر على اسكندريه. وهناك معلمي اتعرف على ياسمين نصر الضحيه الرابعه. ياسمين نصر معلمي كان عندها شقه في اسكندريه، وقذافي معلمي اتفق مع خطيبها ان هم ينصبوا عليه، وفعلا معلمي باعوا شقتها واتقاسموا المبلغ سوا. ولما عرفت ياسمين معلمي طبعا شاطر فاستدرجها المخزن في العصافره، والعصافره دي منطقه، وخنقها في المخزن وخلص عليه، عشان انا معلمي كانت بتهدده انها هتبلغ عنه بالنصب. يا اخي لو ركزت هتلاقي ان هو كان بيستدرجهم كلهم لمكانه، محدش شك فيه. فعلا يا عزيزتي لا امان لاي مان مهما كان في اي مكان. بهزر يا عزيزتي، يعني سايبه خطيبك اللي بيخاف يخلص على صرصاره يخلص عليكي، بس الحرص واجب خدي بالك برضه. اركن بقى كل ده على جنب كوم واللي جاي كوم تاني. اصل ليله القبض عليها معلمي كانت مصيبه، والتحقيقات يا معلمي كشفت مفاجات مش صادمه بس دي بعد الصادمه بشويه. ولو عايز نعمل حلقه يا معلمي عن ليله القبض على سفاح الجيزه واعترافاته في التحقيقات قول لي في الكومنتات. واعمل لايك يا معلمي عشان لو الفيديو عمل 8566 لايك انا هعمل حلقه ثانيه. ما تنساش رايك يا معلمي في الكومنتات وتقول لي تفتكر في كام سفاح عايش ما بيننا. يوم سلام.